القطران في الغراس ديال التراب في الكاس، ولكن ما عرفتش هذه القضيه صحيه ولا لا، حيت كتعجبني الريحه في الصيف هكا كيكون صح. واخا وصل السؤال ديالك دكتور عماد، واش القطران صحي؟ فالقطران في يعني مع الفخار هو ماده سامه، اذا ضروري نستعملوا غير الفخار بوحدو، نشربوا في الفخار بلا قطران، لان القطران فيه مواد اللي كتخلط مع المواد اللي كتكون عندنا في الفخار او دوك الاملاح المعدنيه وكتولي مركب سام ومسرطن. معنا ليلى من الدار البيضاء، صباح النور، مرحبا بك على راديو اصوات. ليلى عليك السلام اختي، بارك الله فيك. اختي غير واحد السؤال على الصابون البلدي وناخذوه مباشره. مرحبا. الو حنا معاك، تفضلي. ياك معايا. انا خديت الصابون البلدي من ودايرين عليه 100% ناتورال، وانا ما عمرني ما رديت البال لي زانغريديون. ملي هضر عليه الدكتور عماد الله يجازيه بخير، بقيت كنقرا دوك لي زانغريديون افيكتيفمون لقيت فيه دايرين حيت كيتبع اون انجلي اويل اوليف، ودايرين هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد، وعاديني اوكاليبتوس. بغيت نعرف واش هذا نبقى نستعملو ولا نحيدو. سؤالك مهم. وحاجه اخرى، سؤال ثاني اللي جا على خاطرك، انا من النوع اللي كنشري الغسيل دائما كنكرمو حتى في الشمس بحال ديك السيده، غير انا كنديرو غير بوحدو، ولكن من بعد بحال شعري كينشف. واش كاينه شي طريقه باش ما واش نزيد مع الزيت ولا هذا؟ المهم يعطيني سؤال حتى هو مزيان. شنو تقول لها دكتور؟ فبالنسبه للصابون البلدي اللي لقات فيه ليدروكسيد دو بوتاسيوم، فإلا كانت هذيك ماركه تجاريه اللي هي موثوقه ومرخصه وعندها كاين لادريس كاين كل شيء، فهنا كيكونوا كيديروا بواحد القيمه قليله، لان البوتاسيوم كيكون في جميع الانواع ديال الصابون اللي كيكون فيهم السلفات وكيكونوا قاصحين، غير هو ديك الكميه ديال البوتاسيوم اللي مهمه جدا. فإلا انت كتستعملي هذا الصابون البلدي هذا وما كيأثرش عليك، يعني كتلقاي عليه الراحه وما كيعطيكش حساسيه وما ما كيعطيكش مضاعفات في البشره ديالك، فما تخافيش منه، فهو يمكن لك تكملي الاستعمال ديالو ما كاينش مشكل. بالنسبه للغسول غادي نرجعوا نجاوبوك ليلى من بعد ما ناخذوا فاطمه معنا على الخط من مراكش. اهلا بك. الو اهلا بك ليلى. فاطمه عفوا. عندي سؤال. السلام اختي ليلى، لاباس عليك؟ الحمد لله، تفضلي شنو سؤالك؟ السؤال ديالي هو سميتو الغاسو هذيك الويله الصابون البلدي والشبه وكنديرها من الوجه، واش ممكن ولا لا؟ غير ممكن وماده سامه، اذا ما نديروش التركيبه ديال الشبه والصابون البلدي للوجه، فنحاولوا نتجنبوها لانها كتقشر البشره وكتعطينا مضاعفات، ومن بعد كيقدر تعطينا حتى البقع السوداء اللي ما كتحيدش. يعني الشبه ما كتخلطش مع الصابون البلدي وما كدارش نهائيا للبشره، لان بزاف الناس كيديروه. عندي سؤال اخر، كيسولونا الناس على الورق ديال الحنه، كتاخذهم وكترقدهم السيده في الماء وكتشربهم على حساب المعده، واش مزيان؟ صفاء. سؤال مهم. غير هي خصها تكون الحنه حره، 3 الورقات ديال الحنه في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق ونشربوها. فلا لوسين الماده اللي هضرنا عليها ماده مهمه وكتصلح المشاكل ديال الجهاز الهضمي. باتي دايس كتسولنا على صفحه الفيسبوك صابون البلدي مع الشيح والداد، واش ما كاين حتى ضرر؟ كنشكرها بزاف على هذا الداد، لان الداد او لو شادرون انغلو هذا الداد هذا اللي هو ماده سامه جدا، ماده اللي كتحبس الجهاز العصبي وماده اللي كتقدر تؤدي للوفاه. ومن هنا كنعطي رساله وكنوجهها لكل الناس كيصيفطوا الوليدات الصغار في الجبال باش يجبدوا هذا الداد اللي هو في المذاق ديالو كيكون حلو، لانهم الجليكوزيدات اللي كتكون حلوه. الوليدات كيمشيو يجبدوه وكيذوقوه كيلقاو حلو كياكلوه، والعديد من الوفيات ديال الاطفال اللي وقعت بسبب هذا الداد هذا. فالله يجازيكم بخير. الداد ماده سامه ونحيدوها من القاموس ديالنا، لا في الجمال ولا في اي استعمال اخر، لانها سريعه الامتصاص في البشره ديالنا وسريعه سريعه التسمم، حتى ملي كتدور مع الدوره الدمويه فهي كتسمم لنا الدماغ وكتسمم الجهاز العصبي، فالداد ممنوع الاستعمال. اذا عموما الكل من كيتابعنا هذا الصباح على راديو اصوات، معايش كيتخلط الصابون البلدي؟ الصابون البلدي كنخلطوه، ممكن نخلطوه مع الاعشاب، يعني الماء ديال الاعشاب. فالماء ديال الاعشاب مثلا البابونج نخلطوه مع النعناع، نخلطوه مع اليازير، نخلطوه مع الخزامه، نخلطوه مع الكاليبتوس، اوراق سيدنا موسى، قعقله حتى هو كيمكننا نخلطوا مع الماء ديال الصابون البلدي. فتبارك الله هاد الاعشاب كاملين لقينا غير وحده فيها ودرناها، فهي غتعطينا فائده كبيره للداس ديالنا. شنو هي المواد اللي ما كتخلطش مع الصابون البلدي؟ المواد اللي ما كتخلطش مع الصابون البلدي
الزيوت الاساسيه اللي كتكون قويه بحال ديال السكينجبير، بحال الزيت الاساسي ديال القرفه، بحال الزيت الاساسي ديال القرنفل. الداد مثلا هاد النبته هذه اللي ماده سامه. الشبه حتى هي ما كتخلطش. الحنه مطحونه حتى هي ما نخلطوهاش مع الصابون البلدي لان كيوقع تفاعل ما بين هاد المكونات، وهكا غادي نحافظوا على البشره ديالنا وعلى الصحه ديالنا. غادي نجاوبوا على السؤال ديال الغسول. سمعنا بزاف السيدات كيبسوا الغسول على يديهم في الدار، ولكن ملي كيستعملوه هكذاك بلا ما يخلطوه مع والو كينشف لهم الشعر. باش ممكن دكتور عماد يتخلط الغسول السيدات اللي كيبغيو يديروا الغسول لشعرهم؟ فجوج مكونات الا درناهم غير بوحدهم فهما مهمين ومزيانين للغسول. عندنا الورد البلدي وعندنا البابونج. اذا يعني يتخادوا هكذاك بحال الزهر. ناخذوا معلقه فوالا، ناخذوا معلقه كبيره ديال البابونج، ناخذوا 10 ديال الحباس ديال الورد البلدي كيكونوا ناشفين، وكنطبخوهم في نص سيطرو ديال الماء حتى كيطبخوا مزيان وكيعقادوا. وهذاك الماء هو اللي كنسقيو به الغسول. يعني الا قلنا هاد نص سيطرو ديال الماء غادي نسقيو به نص كيلو ديال الغسول، يتسقى ونخليوه ينشف على خاطره في الشمس. غادي نعاودوا المقادير ديال هذه الوصفه الطبيعيه رائعه هذه. كيفاش لاله تحضري الغسول البلدي على يديك في الدار؟ اذا بعد ما كتشريه السيده وكتيبسو، كنشوفوا انه تيباس دابا على حسب واش عندك الشمس ولا عندك الشتاء، ممكن يتسهض حتى في الفران. ماشي مشكل. سخونيه ديال الفران ملي كتسالي منه الخبز او الطياب كتدير فيه ديك الغسول، هذاك السخونيه كتعقمو مزيان، كتعقمو كتحيد منه الماء، يعني كتنشفو باش كيولي لينا غبره. ملي كيتنشف غادي نخلطوه بالماء ديال الورد البلدي والبابونج. نعم، فمعلقه كبيره ديال البابونج و10 ديال الحباس ديال الورد البلدي كنغليوهم في نص سيطرو ديال الماء حتى كيعقاد. فوالا كيعقادوا مزيان. وديك الساعه الغسول كنسقيوه بهذا الماء هذا. اللي بغيتو كاين جوج طرق، يا اما كنسقيوه هكاك فوق ديك اللاطه، او كاين بعض الناس اللي كتدقوا عاد كتسقيه، فكلتا الحالتين مزيانين، وندخلوه عاوتاني ينشف، وهكا غادي نستافدوا من المزايا ديالو. قلتي لنا الصابون البلدي خصو ضروري يتحط في الثلاجه باش يبقى في مكان اللي هو بارد. أكيد. واش الغسول منين كيتفزك واش هو كيقدر يخسر؟ يخسر الا خلينا المده بحال دابا الا خلطناه بحال هكا مع الماء فما غنفوتوش فيه في مده الصلاحيه ديالو شهر. اذا شهر يمكننا نخليوه في واحد البلاصه غير ما تكون سخونه بزاف، بلاصه معتدله، ونخليوه فهو ما غادي يوقع عليه والو. الغسول البلدي اليوم كيتوفر يا اما على شكل حجر الشقف هكاك شقيفات، او حجر ديال الغسول البلدي، او كيكون ايضا في علب اللي هي مصوبه مثلا شركات او تعاونيات، وكيكون بودره، كيكون منيل، كيكون غبره، ومني كنحلوا البواطه كنشموا ريحه الزيوت الاساسيه. واش هذا الغسول كتشجع على الاستعمال ديالو دكتور عماد، ولا كتفضل انه الغسول يكون هكذاك حجر؟ فالغير يكون كما كنقولوا حنا يكون لا، مثلا الا كان مصنع بهذه الطريقه هذه وبطريقه امنه فكيمكننا نستعملوه ماشي مشكل. غير هو على حسب كل سيده وكيفاش كتبغي تستعمل هذاك الغسول. فلا هذا الغسول هذا التقليدي اللي هضرنا عليه ولا هذا الغسول اللي كيكون بهذه الطريقه هذه فهو الاستعمال ديالو كيكون امن. ملي كتكون السيده في الحمام مع السخونيه شحال د الوقت خاصها تدير الصابون البلدي وتخليه؟ فالصابون البلدي قلنا ما غنفوتوش 10 ديال الدقائق، يعني كنبداو من 5 دقائق ل 10 ديال الدقائق كنخليوه في الداس، حيت كاين بعض ومن بعد خصو يتغسل مزيان، خصو يتغسل ويتحيد من الذات نهائيا. وقلنا عاوتاني بان الناس اللي عندهم بشره ناشفه من الاحسن يديروه ويغسلوه، الا بغاو يخليوه شويه ما يفوتوش 2 دقائق في الاستعمال ديالو. بالنسبه للغسول مع السخونيه الاغلبيه السيدات الغسول كيخليوه حتى الاخر باش من بعد الشليله الاخرى كديروا السيده يا اما لوجهها كماسك او الشعر ديالها. شحال خاصو الوقت يبقى؟ الوجه ما نفوتوش 20 دقيقه لانه كينشف. الشعر فهو نخليوه 10 ديال الدقائق فقط، يعني في الشعر ديالنا الا بغينا نخليوه ونغسلوه نمشيو حتى ل 20 دقيقه ماشي مشكل، لانه بحال فروه الراس بحال البنات والسيدات اللي كيسمعونا هذا الصباح دكتور عماد الا دارت الغسول على وجهها وحسات بوجهها بدا كياكلها كيحكها او بحال الا كيولي شعله فيه العافيه، شنو دير؟ سؤال مهم جدا. الماء بارد، نحلوا الماء بارد وتمشي تغسل وجهها ديك الساعه وتخرج شويه لديك البلاصه اللي كتكون فيها البرد باش يضربها البرد شويه على البشره ديالها، عاد تخرج عاد تعاود تدخل الحمام باش تكمل يعني. اذا هذا الصباح شفنا معك دكتور عماد الصابون البلدي كيفاش ممكن السيدات تنسموا، كان هذا هو موضوعنا هذه الحلقه. وشفنا ايضا الغسول البلدي كيفاش نحضروه ونسموه بالورد البلدي وبالبابونج. غادي ناخذوا 2 الاسئله اخيره. خديجه معنا من مكناس، اهلا بك على راديو اصوات.
خديجه الدكتور. الو كتسمعوني؟ يلا مرحبا بك لاله، ناخذ سؤالك وباختصار لانه وصلنا لنهايه الحصه. لان قلت لها انا عندي غير جوج اسئله، واحده كندير الحنه وكنخلط معاها الداد والنيله الزرقاء وكيتخلطوا المهم كنديرهم الحمام بلا ما بلا والو، غير مع الصابون. كديرهم لوجهك ولا لشعرك ولا للذات؟ لا غير الحميم، ما كنديرش وجهي، ما كنقاش به وجهي. والسؤال الجاوز انني البارح عييت ما نطاش ما قلتليش الخط، بغيت نسولو غير على العضله ديال القلب، شنو يمكن لي نديرها من شنو يمكن لي باش نعاونها، عندي العضله ناقصه. واخا باش تقويها طبيعيا. نجاوبوا على السؤال الاول دكتور عماد. فالسؤال الاول غادي تحيد الداد، لانه كما قلنا ان ماده اللي صعيبه على الدات ديالنا واللي هو سامه، وكما شرحنا ناخذوا النيله، نص معلقه صغيره ديال النيله مع 3 معالق كبار ديال الحنه، عفوا مع 3 معالق كبار ديال الصابون البلدي، تخلطوهم مزيان ودهنوهم على البشره ديالها، تخليه قلنا اقصى حد 10 ديال الدقائق وتغسلوا. هي راه كدير الحنه والداد والنيله، دير النيله والصابون البلدي فقط، يعني تحيد الحنه من هاد التركيبه هذه. شحال د الوقت خصها تخليها على الجسد؟ ما تفوتش 10 ديال الدقائق. اتفقنا لا خديجه. بالنسبه لعضلات القلب ضعيفه، باش ممكن تقويها طبيعيا؟ فالتغذيه الطبيعيه ديالنا يعني تاكل الماكله مزيان ديالها وتتبع الارشادات ديال الطبيب، لانه هو كاين مجموعه ديال المواد اللي كيعطيونا باش كيقويوها. واخا واش في هذه الحاله الانسان ممكن مثلا تنصحوا شي حاجه يداوم عليها، مثلا شي عسيله في الصباح او شي حاجه اللي ياكل في الصباح؟ المكسرات من الاحسن، يعني اللوز، كركاع، تاخذ الزبيب حتى هو من المواد المهمه، تاخذ المشماش ناشف حتى هو جميل جدا للعضله ديال القلب، وهادو مواد اللي كيمكن لها تعاون العضله ديال القلب على الحيويه ديالها. عندك شي وصفه اخرى اللي غتقدم لنا اليوم دكتور عماد؟ فنديروا واحد الوصفه، واحد الصقله اللي غتكون طبيعيه، اللي غادي نديروها باش لتبييض الجسم او تبريمه طبيعيه. فغادي ناخذوا فيها قشور الرمان، او غادي ناخذوا معلقه كبيره من قشور الرمان مطحونين، ومعلقه كبيره من قشور البرتقال يابسين ومدقوقين. اللي ما لقاش دابا الرمان كاين كيتباعوا في عند المعشبات، فهو كاين هكا قشور الرمان من المواد الطبيعيه الشائعه عند في المعشبات. اذا معلقه كبيره ديال قشور الرمان مطحونين، معلقه كبيره ديال قشور البرتقال، معلقه صغيره ديال البابونج، و5 ديال الوريدات ديال الورد البلدي. اذا نعاود 5 الوريدات ديال الورد البلدي، معلقه صغيره ديال البابونج، معلقه كبيره ديال قشور البرتقال يابسين مدقوقين، ومعلقه كبيره ديال قشور الرمان. كنزيدوا على هذا الخليط هذا كامل معلقه كبيره ديال الغسول مدقوق ومغربل، كنخلطوه وكنخليوه يعني محافظين عليه في واحد البلاصه اللي ما فيهاش الرطوبه. ملي كنكونوا غادي للحمام كنهزوا معلقه كبيره من هذا الخليط هذا وكنديوها معنا، كنزيدوا عليها 2 معالق كبار ديال الماء المغلى وكندهنوها على الداس ديالنا. ملي كندهنوها على الداس ديالنا كنخليوها مده ديال 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنحكوها بالطريقه التقليديه او كغسول مقشر على الداس ديالنا، وهكا كتعطينا تبريمه لتبييض البشره. حنايا دكتور عماد بغينا نعرفوا سؤال اخير خديجه من اسفي. التجنج في الكتاف وكينقص ملي كتمشي للحمام، واش كاينه علاقه؟ واش السخونيه كتساعد؟ فهنا غادي يقدر يكون عندها مشكل في العصب اللي كيكون في اللور في الظهر ديالها. يمكن لها تصايب وصفه طبيعيه تاخذ فيها كافوره بلديه، معلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الزعتر، ديرهم في نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، تحطوه في حمام مريم مده ديال 3 ساعات، تخلطوا حتى كيذوب، وهذاك الزويته كتولي كدهن بها هذه البلاصه هذه اللي فيها هذا التشنج. اذا كنعاود ناكد معكم في نهايه الحصه ديالنا اليوم، في الحمام البلدي او التركي الحراره والسخونيه والبخار ما كيقتلوش الفيروس ديال كوفيد 19. معنيتو نتوما ان شاء الله غادي نتحمموا بصحتكم وراحتكم، نردوا البال، تبقى المسافه اللي خصها ما تقلش على متر او متر ونصف. نعم. الانسان ما غيديرش الكمامه وسط الحمام، ولكن الا بغيتي يا لاله ممكن ديروا واحد القريعات الصغار اللي كيكونوا فيهم مثلا الصباغه او الشامبوان، ودي معاك المعقم ديالك، دي معاك شويه ديال الجافيل ولا ديك البلاصه اللي غتجلسي فيها، شليها لراسك وغسليها. السطل اللي غتستعملي، البرمه اللي غتستعملي عفوا، الكرسي اللي غتجلسي عليه، هادشي كله خاصو يتعقم. وطبعا ملي كتسالي وانت وسط الحمام يا في الدخلاني في السخون او في البارد، ما تبقاوش مزاحمين، ما تجمعوش على البرمه. منين تخرجوا البيت للجلاس ان شاء الله الانسان كيرتاح، تبقى المسافه هذه من بين الامور اللي كنوصيوكم عليها حرصا على سلامتكم وصحتكم وصحه
الافراد ديالكم الاسره ديالكم. مشكور كثير دكتور عماد على هذه الحصه هذه الشيقه. غدا ان شاء الله انا معكم ابتداء من 10 صباحا وحصه جديده من حديث ومغزل. هذا الفيديو بارطاجيوه معنا، نعول عليكم بارطاجيوه باش تعمل فائده وتوصل هذه الرسائل وهذه النصائح وهذه الافاده لاكبر عدد من الناس، لانكم خير سفيرات الاصوات. نخليكم مع برنامجكم لكل اسره رفقه لمياء، وعلى الفيسبوك غادي نجاوبوا على بعض الاسئله ديالكم البونيوس اليوم مع دكتور ديالنا عماد، فتابعونا على الصفحه والمباشر. شكرا لك مالك العراقي الحسيني في الاخراج